بعد تنفيذ الحكم على محمود حسيت أن آخر خيط كان رابطني بالحياة تقطع. السجن بقي بالنسبة لي قبر مفتوح، نفس الأكل، نفس الحيطان، نفس الوجوه، لكن الودع كان كل يوم بيزيد مش بيقل. الغريب أن الإنسان ممكن يتعود على أي حاجة إلا تأنيب الضمير، ده عمره ما بيتعود عليه. كانت كل ليلة أنام بالعافية وأصحى مفزوعة على كوابيس مرعبة. مرة أشوف أمي وهي واقفة على باب الأوضة وشايلة كيس الفاكهة، ومرة أشوف محمد أخويا بيدري علينا وهو بيقول فيه وبعد الدنيا كلها تبقى دم وصريخ ونار. وفي كل مرة كانت بصحى أصرخ، لدرجة أن البنات اللي معي في العنبر بقوا يخافوا مني. واحدة منهم قالت لي: أنت شكلك شايلة جهنم الدواكي. وكان عندها حق، لأن جهنم الحقيقية مش النار. جهنم الحقيقية إنك تعيش كل يوم فأكار إنك سبب في موت الناس اللي كانوا بيحبوك أكتر من نفسهم. أبويا أكتر واحد كانت بيخاف منه في الدنيا، اكتشفت متأخرة إنه أكتر واحد كان بيحبني. بعد الحادثة بفترة عرفت من المحامي إن بابا قبل ما يموت كان بيخطط يجوزني ويكتب لي شقة باسمي علشان يضمن مستقبلي. كان طول الوقت بيشتغل ويسافر علشان يوفر لنا حياة كويسة، وإحنا في الآخر كافأناه بأبشر خيانة ممكن أب يعيشها. الكلام ده قتلني من جوا. وفي يوم من الأيام طلبت أشوف الصورتي القديمة اللي كانت في ملف القضية. أول ما شفتها ما عرفتش نفسي. بنت صغيرة بريئة، ملامحها هادية، عيونها مليانة حياة. فضلت أبص لصورتي وأسأل نفسي: إمتى تغيرت؟ إمتى بقي الشخص ده؟ وقتها بدأت أفتكر كل خطوة بالتفصيل، وأدركت أن الخراب ما بيبدأش فجأة. الخراب بيبدأ بحاجات صغيرة جدا: فكرة غلط، فيديو، سر صغير، اعتياد، وبعدين الإنسان يلاقي نفسه في مكان عمره ما تخيل يوصله. محمود كان ذكي جدا في طريقة لعبه على دماغي. ما أجبرنيش من أول يوم، لا، كان كل شوية يكسر دوايا حادة. مرة يخليني أشك في أهلي، مرة يخليني أحس إني مظلومة، مرة يقنعني إن المجتمع قاسي وإننا مختلفين عن الناس. ومع الوقت بقيت أنا اللي بدافع عنه قدام نفسي. افتكرت يوم ما ابن عمي قدم لي، وقتها كانت شايفاه شخص متحكم معقد عايز يصدني، لكن دلوقتي عرفت أنه كان راجل طبيعي عايز يبني بيت بالحلال. وأنا كانت غرقانة في أفكار سواده خلتني أشوف صح غلط والغلط صح. بعد حوالي 4 سنين في السجن حصل موقف عمري ما هنساهم. كان يوم زيارة، وأنا أصلا ما بكرش حد يديلي. كل قرايبنا قطعوا علاقتهم بي بعد اللي حصل، وده حقهم. لكن العسكري جاها قال لي: فيه ست كبيرة مستنياكي بره. استغربت جدا. مين دي؟ خرجت ولقيت خالتي أخت أمي. أول ما شافتها انهارت من العياط. كانت متوقعة إنها تكرهني أو تضربني، لكن الغريب إنها حضنتني. حضنها كسرني أكثر من أي عقاب. فضلت تبكي وتقولي: ليها يا خلود، أمك كانت بتحبك أوى. الجملة دي كانت كفيلة تخليني أتمنى الموت 1000 مرة. بعدها خالتي بقت تزورني كل فترة، وكانت كل مرة تحكي لي عن أمي، عن خوفها علينا، عن تعبها، عن دعواتها لينا وهي بتصلي الفجر. تخيلت أمي في آخر لحظاتها وهي بدعي لينا حتى بعد اللي شافته. ومن وقتها بدأت أصلي بانتظام لأول مرة بصدق، مش خوف من حد، لا، خوف من ربنا ومن نفسي. بقيت أقع بساعات أقرأ قرآن وأبكي. كانت حاسة إن روحي متسخة ومش عارفة أنظفها مهما حاولت. وفي مرة سألت الشيخ اللي بيجي سدن: ربنا ممكن يسامح حد زيي؟ بصلي وقال: طولما الإنسان ندمان بصدق وبيرجع لربنا باب التوبة مفتوح، لكن حقوق العباد شيء تاني. الكلام ريحني وخوفني في نفس الوقت، لأن حتى لو ربنا غفر لي أنا عمري ما هعرف أرجع أمي.
ولا أخواتي ولا البيت اللي يتحرق بكل اللي فيه. مرت سنين وبقيت أكبر جوه سدني. شعري بدأ يظهر فيه الشيب وأنا لسم صغيرة. بقيت أتجنب المرايات لأن كل مرة أبص فيها لنفسي أشوف بنت ضيعت عائلة كاملة بأيديها. وأصعب لحظة كانت لما سمعت بنتين صغيرين بيتكلمون عني في التلفزيون داخل السجن. واحدة قالت للثانية: دي البنت اللي قتلت أهلها علشان أخوها. وقتها حسيت إن دي هتبقى هويتي طول العمر. مهما حاولت أتغير وأتوب، الناس هتفضل فكراني بالجريمة دي. بس يمكن ده عقابي الحقيقي، إني أفضل أعيش بكل ذكرياتي دي لحد آخر يوم في عمري. وعلشان كده لو في أي حد بيسمع حكايتي دلوقتي أو تستهين بأي باب غلط بيتفتح قدامك، لأن الشيطان عمره ما بيقولك من البداية إن النهاية هتبقى قتل وخراب ونار. لا، هو بس بيأخذك خطوة صغيرة وبعدها خطوة وبعدها تلاقي نفسك ضيعت كل حاجة، وأنا فأكر إنك لسه مسيطر.